السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهذا الفيديو هذا هو يعني التتمه ديال من بعد ما كيخرج لك الفلوس من الفقاصه وكيدوز واحد 3 ايام. هنا كتقدر تعطيه فيتامين اولا مضاد السموم. باش تعطيه مضاد السموم بوحدو سامبل ما يقدرش يخدم يعني 90%. خصك ضروري تعطيه فيتامين مع مضاد السموم، يعني باش كتطلع تزيد تحفز ان المناعه يعني ديال الفلوس هي تزيد تقوى بلي فيتامين. بالنسبه للتركيبه ديال لي فيتامين اللي غادي نعطيو دابا حاليا، غنعطيو فيتامين ا، فيتامين دي 3، فيتامين او، فيتامين ك 3، فيتامين سي، بي 2 وحتى البي 12. بالنسبه للبي 12 راه مهم، بالنسبه للفيتامين بي 12 راه مهم بالنسبه للدجاجه اللي كتكون في الكاج او الدجاجه اللي كتكون يعني حابسه، وحتى الفلوس في الديماراج ديالو. يعني في الديماراج ديال الفلوس راه فيتامين بي 12 راه مهم ضروري، فهمتي؟ يعني ضروري بالنسبه الا كنتي حابس الفلوس راه فيتامين بي 12 ضروري. ما كنهضرش على لي فيتامين الاخرين، ولكن فيتامين بي 12 راه مهم. كاين اللي ما كينتبهلوش، ولكن راه مهم بالنسبه للفلوس الا كنتي حابسه، او الدجاجه الا كانت في الكاج راه مهم ليها بزاف فيتامين بي 12. بالنسبه للكميه اللي غادي نعطيو، تقدر تعطي على حسب لي مارك ديال الشركات اللي مخرجين هذه التركيبه هذه ديال لي فيتامين او هذه المكملات الغذائيه. على حسب الشركه، كاينه الشركه اللي كتخدم بجوج ديال الغرام في الليترو، وكاينه الشركه اللي كتخدم بغرام في الليترو. حنا عندنا شرابه صغيره بلا ما نذكر بلا ما نذكر الشركه لان ممكن تغير. حنا كنعطيو غير الطريقه ديال الخدمه. اما بالنسبه للفيتامين اللي غادي تاخذ ديال الشركه اللي غتاخذ من عندها، كاين بزاف ديال الاسماء. يعني كنحاول انني ما نذكر حتى شي سميه ديال شي شركه باش هكا يعني تقدر تغير، تقدر بزاف ديال الحوايج. المهم باش ما نكونش انايا هو السبب ديال يعني ديال بحال اش غنقول لك. تقدر تعيط لي في الوقت الحالي ديال دابا تقول لي شمن شركه اللي نخدم بها، غادي نقول لك ها الشركه اللي تخدم بها دابا حاليا. ولكن الا حطيت فيديو راه ممكن تشوفهم بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين. تقدر تشوفه وتخدم على نفس الشركه وتغير في طريقه الخدمه ديالها. وهذا الشيء هذا راه معروف مع شركه ديال الاعلاف. المهم باش ما نخرجوش على الموضوع، حاليا غادي نخدم بواحد لادوز شويه طالعه. مثلا ان الشركه كتقدر تقول لك مثلا غرام في 2 يطرو، فهمتي؟ انا نخدم بواحد لادوز شويه طالعه، ولكن يعني بحذر. يعني غادي نحاول نرد البال. شفتي هذه الكميه هذه اللي كتشوفها، ها هي كافيه تقريبا ل4 يطرو. هذا 34 يعني هذا 34 غرام 0.34 كافيه ل4 يطرو، مفهوم؟ 34 نقدر انا نوصلها ل 40. هي 35 حتى هي مزيانه. المهم بالنسبه لهاد لادوز هذه راها كافياني لهاد 4 يطرو على حسب هاد الشركه اللي كنخدم بها دابا حاليا. فيتامين ماشي فيتامين او اونتيبيوتيك، مازال الحال على اونتيبيوتيك. راه كاين الفلوس اللي كيخرج من الفقاصه ضروري خصك تعطيه اونتيبيوتيك لان كيخرج مهلوك. ولكن ما كننصحش. هادشي علاش كنقول لكم الاخوان عطيو للدجاجات لي فيتامين ديالكم، عطيو للدجاجات الفيتامين اللي كيخصهم باش الفلوس ما يخرج لكش مهلوك من اول نهار. الفلوس يقدر يخدم معاك 10 ايام بلا ما تعطيه حتى مكمل غذائي وحتى فيتامين ما تقدرش تعطيه له، يعني عادي الا كانت الام ديالو في صحه جيده. ولكن الا كان الفلوس مهلوك مع ذلك كنصحك انك تعطيه فيتامين سامبل او لا مضاد السموم سامبل وتعاون فيتامين سامبل. ما تعطيش اونتيبيوتيك الفلوس يلا خارج من البيضه، مفهوم؟ بالنسبه غادي غنميلونجيو هاد الفيتامين هذا وغادي نعطيوهم يشربوه ونعطيوهم ياكلوا. خليكم معنا. دائما اخي المبتدئ كب غير شويه ديال الماء وميلونجي مزيان داك الفيتامين هذاك، ميلونجيه مزيان غير شويه ديال الماء، ومن بعد عاد تقدر تعمر لا كونتيتي ديالك، الكميه ديالك تقدر تعمر هذيك الساعات. ولكن
مهم انك تميلونجي الفيتامين ديالك مزيان، ماشي على الضربه الاولى تعمر الماء. هانتوما الاخوان تشوفوا الفلوس كيفاش كيشرب. الا لاحظتوا هنا هزينا يعني من بعد 3 ايام هزينا الشرابه من الارض باش ما تبقاش تكرفص، والفلوس صافي يعني ما بقاش ديماراج دابا. واخا هو الديماراج كيتحسب على 7 ايام، ولكن يعني دابا 3 ايام كنحاولوا اننا نبداو نهزوا النيفو ديال الشرابه باش هكا يولي كيشرب فيها نقي وما يبقاش كيشرب في يعني في الشرابه موسخه. دابا غادي نخليهم يشربوا كي قلنا الماكسيموم واحد 30 دقيقه على ما يشربوا كلهم وهذا الفيتامين هذا يخدم، وغادي نعطيهم ديك الساعات الاعلى في المركبه ديالهم. خويا العزيز تهلا في الدجاج ديالك الا باغي تلقى نتيجه، ماشي تعطيني انايا الدجاج الخبز يابس والازولا وتقول لي راني كنعتني بالدجاج. التربيه العشوائيه ودوك الاخوان اللي كيديروا دي فيديو في الانترنت يعني انا دكيت الخبز انا عطيته للدجاج. اني وانا اخوتي من هاد العشوائيه هادي وهاد التربيه البلديه راه ما غتوصلش، بالعكس غير غتهلكك. دير سلاله نقيه تهلا فيها تهلا فيك، اما الارزاق راهم بيد الله. كيقول لك واحد المثال المليح باش ما قطع راسو شريه. فكر فيها مزيان خويا العزيز. اخوان دازت نص ساعه ديال المكانه، دابا غادي نعطيهم ياكلوا من بعد ما شربوا يعني الماء مزيان وداك الفيتامين. دابا غادي نعطيهم الماكله، نقدروا نزيدوا لهم على داك الفيتامين نزيدوا لهم الماء باش هكا يعني يبقى لهم، حيت ديك لا دوز الاولى راه شربوا منها. دابا نقدروا نهزوا الشرابه نزيدوا لهم نوليو نعمروا ماء جديد. من الاحسن يتلاح الا كان بقى شي فيتامين تما، من الاحسن ما يفوت الساعه د المكانه ويتلاح، فهمتي، يولي يتعمر ماء جديد واحد اخر. ونقدر نخدم بهذه الطريقه بالنسبه للدجاج الكبير، نخدم بها يعني 5 ديال المرات في الشهر، فهمتيني، يعني 5 فوا باغ موا. بالنسبه للدجاج الكبير يعني فايت 4 شهور. بالنسبه يعني الدجاج قل يعني 3 شهور لتحت نقدر نخدم بها 3 ديال المرات في الشهر بلا مرض، فهمتي، ما يكونش مريض الدجاج. كنهضر لك انا في الحاله الطبيعيه. انت اخويا المبتدئ، كندير لك الفيديو باش تشوف الطريقه كيفاش خدامين الدراري. ما بغيتش ندير لك حضانه بروفيسيونيل بواحد 1200 درهم ولا 1300 درهم، ليكستراكتور ديالها والريكلاج ديال لا طومبيراتور ديالها وكل شيء، ويجيك كل شيء صعيب وتقول خصني ضروري هادشي عاد نبدا. لا خويا العزيز، تقدر تبدا شي طرف ديال الكونتر بلاكي ورونديه صوب به حضانه، ويكون مروندي من الاحسن باش الفلوس ما كيتجمعش في القنت بحال هكا. راه الا كانت عندك لا كونتيتي والفلوس خاف وتجمع بحال هكا راه يقدر تكون عندك الموته. ديما القنت يكون مروندي بحال هكا جاي داير مروندي، فهمتي. الا كانت عندك لا كونتيتي هذه وحده. بالنسبه للعلافه من بعد 72 ساعه من بعد ما خرج الفلوس ب3 ايام، هز العلافه على الارض والشرابه على الارض الماكسيموم ب6 ديال السنتيم باش ما يتكرفش الماء وما تكرفش الماكله، وحتى الفلوس يتعلم ياكل وهو هز عنقو الفوق.
يعني حتى في الوقفه ديال الفروج مين يكبر يبقى ديما مهزوز عنقو الفوق، ماشي يبقى حاني راسو. راه الفلوس على من ما ربيتيه. شوف الفلوس كيفاش كياكل مرتاح، واصله يعني الصدر ديالو العلافه، كياكل مزيان، كياكل ترونكيل، وديما كيزعم انه ياكل ديما. لان علاش؟ كيجي مع جنب العلافه كيلقى الماكله حدا وجهو كينقب كياكل. هادشي هذا راه ما كيتقال لا في يوتيوب، ما كيتقال في حتى شي مواقع التواصل كاع. قرط مطيشه والبصله وعطيها للدجاج وحكا ونسبه البيض. البيض خويا ما كيتزادش بالازوله، البيض ما كيتزادش بالبصله ومطيشه، فهمتي؟ اولا بالمعدنوس اولا بالحرور اولا لا خويا. خص دي فيتامين يوصلوا للمبيض. الجهاز المبيض ديال الدجاجه عاد يقدر تنتج لك بيضه وما يكونوش فيروسات، فهمتيني؟ ما تكونش الدجاجه كتعاني من امراض داخليه. ما تبقاوش الله يرحم الوالدين تعطيو للبنادم فكره غالطه وكل شيء يحسب راسو راه حرايفي. لا خويا، ولكن المهم راه كل شيء غادي يتعلم من بعد. دوك المتتبعين اللي عندك راه كل شيء غادي يتعلم من بعد، وغادي يلقى هضرتك خاويه، اول حاجه غيدير هو غادي يزابوني لاشين. والحمد لله يا ربي النهار اللي درنا هاد لاشين هادي ما درناهاش على اساس ماديات، فهمتي؟ ما درناهاش على اساس ماديات، درناها باش نفيدو الخوت كهوايه، نصوروا داك الشيء لان كيجي واحد النهار وكنبغيو نتفكروا شي حاجه كنرجعوا لواحد الفيديو حطيناه وكنبقاو كنتمنظروا فيه، فهمتي؟ هادشي علاش درنا هاد لاشين. وفي نفس الوقت كنفيدو بها الدراري اللي يلاه داخلين للدومين. والدراري راه فدنا دراري حرايفيه بشي تجربه دزنا منها، وقال لك الله يرحم الوالدين. ديما حاول انك تخدم بروفيسيونيل، حاول تخدم علمي. التربيه العشوائيه حيدها عليك، راه ما خداماش. الاخوان تحياتي لكم، والله يسهل على كل واحد. شوفوا الفلوس ما نقبضوا غير شي فلوس. شوف التياب السري كاع ما غنلقاوش. ها انت كاينش التياب السري خويا كاع. شوف الفلوس اللهم بارك. الله يسخر لكل واحد. السلام عليكم. السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم غادي نمشيو باش نبدلوا لوكال داك الفلوس، نزيدوا له في المساحه، نديروا بعض التعديلات، نبدلوا الشرابات ديال الديماراج، نوليو نديروا له شرابات وعلافات طوال كبار،
وهكا غادي نكونوا شرحنا يعني جميع المراحل ديال الديماراج الفلوس. خليكم معنا. بون السلام عليكم خوت. كيف ما قلنا لكم بان هاد نهار الفلوس عنده 7 ايام تقريبا، هادي واحد جوج ديال السوايع باش حيدنا له يعني البوله. الفلوس كيحاول انه يرتاح، يعني ما بقاتش ديك الحراره، ما بقاش داك الكليراج مديرونجيه. يعني شوف الاضاءه في اللون بيض بزاف. انا غنحاول يعني نشرح بالتبسيط. هذاك اللون يعني اللي بيض ليد يكون بيض، راه كيخلي الفلوس مستريسي. يعني ضروري كيخص الفلوس يرتاح، كيخصو شويه ديال الظلمه او لا واحد لانفراغوج مثلا. بحال هاد الحضانه هادي اللي درنا، هاد الحضانه هادي مازالين محافظين على مصباح التسخين، لان ما نقدروش نخدمو غير بضو ليد، يعني يقدر 5 واط ولا 30 واط. مازالين يعني محافظين على مصباح التسخين. وفي نفس الوقت بدلنا الكليراج من الابيض للصفر اولا من الابيض للاورانج. علاش؟ باش تخلي هكا الفلوس قادر. علاش ما كنديروا الاورانج؟ لان الاورانج اولا الصفر يعني جون كاناري، هذا الصفر كاناري يعني ماشي مغلوق مفتوح، كيخلي الفلوس انه يبقى يعني كالم. وفي نفس الوقت كيخليه انه تبان له الماكله. لان تشوف باش تعرف واحد القضيه، الدواجن راها ما كتشوفش مزيان الا نقص الكليراج. يعني راه ما كتشوفش بزاف، كتحاول ان يعني يعني تحرك من كيكون الضوء. ولكن ان فوا ينقص الضوء، يعني هذه كنهضر على الدواجن بصفه عامه، ملي كينقص الكليراج ما كتبقاش تشوف بزاف. يعني على هذا الشيء كتبقى هي جالسه ترونكيل كان ما كتسيركيليش بزاف، وهذيك مزيانه. وفي نفس الوقت يعني حنا علاش خدمنا بهذا اللون هذا ماشي غير هكاك، لان اللون هذا الصفر كيحاول انه يخلي الدجاج كالم، وفي نفس الوقت كيبين له الماكله شويه، يعني يقدر يشوف الماكله. بحال هذاك الجو ديال 5 ديال الصباح او 6 ديال الصباح في التوقيت الصيفي، اللي كيكون مازال ما طلعت الشمس ولكن كاين واحد شويه ديال الاضاءه. فهمتي؟ تما الدجاج كيبقى يتحرك ولكن كيتحرك غير بشويه. ولكن ملي غادي دير له الضوء بزاف والفلوس بدا كيكبر، هنا غادي يولي عندك مشكل ديال الافتراس، غيولي عندك المشاكل بزاف. فهمتي؟ لهذا درنا هذا اللون هذا. وكيف ما كتعرفوا ان هاد النهار 7 ايام دابا، كيف ما قلت لكم نقدروا نعطيو للدجاج او للفلوس فيتامين ونزيدوا عليه اونتيبيوتيك. كنا كنخدموا بواحد الموديل اللي غير فيتامين سامبل، لان الفلوس كان يلا عنده 3 ايام 4 ايام كنخدموا معاه بفيتامين سامبل اولا مضاد السموم وفيتامين سامبل. ولكن دابا نقدروا نخدموا معاه بفيتامين اونتيبيوتيك ماشي مشكل. نقدروا نخدموا معاه دابا من دابا الفوق فيتامين اونتيبيوتيك كل مثلا كل سبت وحد ولا كل حد. فهمتيني؟ لمده 5 ايام في 5 ديال المرات في الشهر. والا كان المرض نقدر نخدم معاه 3 ايام يعني متابعه. مفهوم؟ 3 ايام متابعه ونزيد شويه ديال لادوز على حسب الماركه ديال الفيتامين اونتيبيوتيك. دابا ما كاين لا مرض لا والو الحمد لله. الفلوس كيف ما شفتوا صحه جيده. غادي نعطيوه يعني فيتامين اونتيبيوتيك، وغنعطيوه غير واحد الكميه قليله، لان الشرابه غادي نديروا له الشرابه ديال 2 لتر. ولكن هو ما غاديش يشربوا ديك 30 فلوس او ديك 31 فلوس. ما غاديش تقدر تشرب لنا 2 لتر يعني في ظرف 8 ديال السوايع. فهمتي؟ يعني غادي نقدر نخدموا غير بواحد لتر يكملوه ديك الساعه نوليو نديروا لهم ماء عادي، يعني بلا فيتامين بلا اونتيبيوتيك. خليكم معنا. دابا الاخوان غادي نحاولوا نشوفوا ميلونجور باش غادي نميلونجيو هاد الفيتامين اونتيبيوتيك. هو راه ديجا نطاريوه. كلشي راه ساهل الخوت، حتى حاجه ما صعيبه. غادي نحاول نخدم واحد 3.5 غرام في الليتر.
نديرو 63 63. بالنسبه لهاد لا كونتيتي هادي عاوتاني ديال الفيتامين و اونتيبيوتيك، هادي غادي نخدمو بها في طرو ديال الماء، فهمتي؟ هادي غادي نخدمو بها في طرو ديال الماء. خليكم معنا. ديما حاول تميلونجي مزيان، عاد زيد كب في الشرابه وولي زيد ميلونجي، لان ضروري خاص يتميلونجا الفيتامين والانتيبيوتيك، اولا غير فيتامين تا هو ميلونجيه، اولا غير ليكيد ديال انتيبيوتيك، اي حاجه ميلونجيها مزيان عاد تقدر تكبها في الشرابه. هنا الاخوان من بعد ما ميلونجينا الفيتامين ديالنا، هنا غادي نديروه في الشرابه ونديرو يطرو ديال الماء ونعطيوه للفلوس. خليكم معنا. بون السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير بألف خير. هذه التتمه ديال الفيديو كيف ما شفتوا نهار اللي خرج الفلوس كيفاش كتعتني به، تخرج الفلوس من الفقاصه، كتفرش له يعني النجاره غليظه، العلافه والشرابه ديماراج. اول ما تعطيه عطيه الماء دافي مع شويه ديال السكر، خليه يشربوا تقريبا واحد 2 سوايع. من بعد تقدر ديك الساعات تزيد عليه العلافه ديال الماكله، ديك الساعات تقدر تعطيه علف الديماراج باش يقدر يديماري معاك الفلوس. دوز واحد 3 ايام تقدر تعطي ديك الساعات فيتامين، اولا تعطيه مضاد السموم وفيتامين او سي. دوز 7 ايام ديك الساعات تقدر تعطيه اونتيبيوتيك، فيتامين و اونتيبيوتيك او ميم طون. ديما كتعاون بالفيتامين، ما عمرك تعطي شي حاجه بلا فيتامين. ديما عاون بفيتامين، ديما عاون بمكمل غذائي. يعني ملي تعطي مضاد السموم من الاحسن عاون بفيتامين، ملي تعطي اونتيبيوتيك حاول تعطيه فيتامين الا باغي يخدم. وكيف ما كتشوفوا الفلوس كيفاش مديماري، اللهم يسير والله يسخر لكل واحد. هذا الفيديو هذا اولا هاد التسقيس هذه درناها غير للدراري اللي يلاه بادين ما كيعرفوش كيفاش يربيو الفلوس، كيفاش يتعاملوا مع الفقاصه. هذاك الشيء علاش درنا لكم الفيديو من النهار الاول، كيفاش فقسنا الفلوس، كيفاش بعدا حطينا البيض في الفقاصه، كيفاش كنا كنكونتروليو الفقاصه، كيفاش فقست ملي هزينا من الفقاصه فين حطيناه في سبيل الله. يعني هاد المعلومات هادو ما كنطلبهم حتى شي واحد شي حاجه، اللي كنديرو غير واحد يعني واحد الاجر لله تعالى وصافي. والله يسخر لكل واحد. هذا ما كان. السلام عليكم.